دلوقتي بعد ما اتعرفنا على طرق الرسم المختلفة سواء البنسل تول أو البراش تول أو البنت براش تول أو البن تول، في مجموعة أدوات تانية بقى بتبقى دي أدوات مساعدة في الرسم بتسهل لي عملية الرسم وساعات بحتاجها بشكل ضروري جدا. ففي الفيديو دوت عايزين نتعرف على مجموعة الأدوات المساعدة ونشوف هي هتوفر لنا إيه زيادة، فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله. أنا عمرو عطلة، وبسم الله الرحمن الرحيم كده برضو مبدأ عام في أي حاجة في الإليستريتور أو في الفوتوشوب أو أي برنامج تاني يعني خاص ببرامج أدوبي. دايما بتلاقي عندك الأدوات اللي هي بتقوم بوظائف قريبة من بعض أو هي وظائف بتكمل بعض، بتلاقيهم مع بعض كده في كتلة واحدة. يعني مثلا أنا حبيت إن أنا أرسم أشكال مضلعة، فبلاقي عندي هنا في الريكتانجل تول بلاقي عندي مجموعة الأشكال اللي أنا ممكن أرسمها جاهزة في البرنامج هنا كده كلها مع بعض. طبعا اي اداه هنا لو اتكيت عليها شويه بيطلع لي بقيه الادوات اللي جواها كده، او التكه كليك يمين بيطلع لك بقيه الادوات اللي جواها. فدايما لو تهت على اي اداه دايما فكر هي بتعمل حاجه شبه ايه عشان ما تتوهش برضه. فدلوقتي عايزين نتكلم على اداه جديده وهي الجوين تول. من اسمها كده الجوين تول هي بتعمل اتحاد او ان هي بتعمل ضم لحاجات مع بعض. ايه الحاجات ديت هنشوفها دلوقتي مع بعضينا. تعالى مثلا عندي في الشكل ده كده، ده شكل مربع ولغرض ما يعني المربع معايا متقسم كده في فراغات في النص، انا عايز اكمل الفراغات ديت بحيث ان انا اقفله شكل مربع. ففي عندي 3 طرق وفي كذا وسيله انك توصل للحاجه اللي انت عايزها، لكن كل طريقه ليها المميزات بتاعتها والعيوب بتاعتها. تعالى كده نشوف الطرق الثلاثه، هم 3 اسهل من بعض. طبعا انا لازم اكون عامل سيلكشن للحاجات اللي انا عايز اعمل لها جوين مع بعضيها كده. الجوين تول اللي بتعمله ايه ببساطه جدا، بيبقى عندي مسار كده واضح قدامي وانا بقول له قفله لي في الحته اللي انا بقول لك قفلها منها. فمثلا يعني تعالى كده نجرب ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. انا محتاج ان انا اقفل الجزء ده كده، فببساطه جدا ان انا باجي هنا عند الجزء ده كده برسم من نقطه للنقطه كده وبسيب. فالعيب الاولاني في الجوين تول ان هو مش بيشتغل في كل الحالات، يعني في كل الظروف ما بيشتغلش، هو محتاج ان انت تاخد بايده شويه. لكن الميزه الكبيره قوي في الجوين تول مثلا هنا كده لو جيت جربت ان انا بربط ما بين النقطه دي للنقطه دي كده، بلاقيه كمل لي الشكل بالمسار بالمنظر ده كده. دلوقتي هو تقريبا كملت جزء من الشكل. لو جيت تاني اخترت الشكل بتاعي وجبت الجوين تول وجيت مثلا رسمت على الجزء اللي هنا ده كده، هلاقيه يعني هو فهم، يعني عند المسار بدا يكمل عنده. فدلوقتي بدا يفهم ان هو دي المفروض ترتبط بديت، فكملها لي بالمنظر ده كده. فبنفس المنطق انا هجيب الشكل كله واختاره واجيب الجوين تول وهاجي هرسم هنا كده على الجزء ده كده، فهلاقيه رسم لي البوينت هنا دي كده. فاضل لي اخر حته معايا، هدوس كنترول هعمل سيلكشن للشكل، هسيب كنترول هرجع تاني للجوين تول، هاجي هرسم على النقطه دي كده هلاقيه قفل لي الشكل بتاعي. فالفكره في الجوين تول ان الاداه هنا فيها عيب شويه، ان هو مش بيفهم على طول، ممكن ما ياخدش معاك الاستجابه من اول مره، فممكن تجرب فيه بوينت تانية بحيث بس ان هو يفهم ان الشكل دوت هيبقى المسار بتاعه هيمشي يكمل كده. ليه؟ لان الجوين تول بيتنبأ بالمسار اللي هو المفروض يبقى عليه الشكل ككل. طب تعالى كده مثلا نجرب طريقه تانية من الطرق اللي احنا متعودين عليها، وهي ان انا مثلا هرسم عادي بالبنسل تول بتاعتي، الشورت كات بتاعها حرف الان. البنسل تول زي ما اتفقنا ان هو بيكمل عندي اوبشن كده، لو اتكيت انتر بيجيب لي الاوبشنز بتاعه البنسل تول. عندي اوبشن اسمه اديت سيلكتد باسز، اتكلمنا بالتفصيل على الاوبشن دوت ان انا ممكن اعدل على الباص او المسار اللي انا ده كده مسارات انا مختارها ممكن اعدل عليها بعد ما اكون رسمت يعني. فمثلا هنا عندي مسار زي ده كده، انا محتاج اربط النقطه ديت بالنقطه ديت كده، فبلاقي عندي كده لو جيت وقفت على النقطه هلاقي عندي في داش ديت بتظهر جنب البنسل بتاعي. ده معناه ان انت هتكمل على النقطه ديت، هتكمل رسم من النقطه ديت اللي هي الانكر بوينت ديت. لو اتكيت ووصلت للنقطه الثانيه كده هلاقي برضو الداش دي ظهرت معايا، هسيب هلاقي المسار معايا كمل. لكن المره دي بص المسار كمل بحركه ايدي، ايا كان بقى حركه ايدي ايه، هو كمل على حركه ايدي. بعكس الجوين تول انا لو مشيت كده وكده هلاقيه برضو كمل المسار بالشكل اللي المفروض المسار يكمل عليه، لان هو شاف ان الخط ده خط مستقيم ماشي كده وده خط مستقيم ماشي كده، فهو التقاء الخطين لازم يبقى هنا. فانا مهما رسمت عملت كده وعملت كده وجيت هنا وصلت للنقطه ديت، هو برضو بيكمل على نفس شكل المسار اللي المفروض يبقى عليه. فالجوين تول الميزه بتاعتها ان هو بيتنبأ بالشكل بتاعي، المفروض بيتنبأ بالمسار بتاعي هيبقى ماشي ازاي. فدي الميزه الوحيده والكبيره للجوين تول. يعني مثلا انا عندي الشكل اللي تحتيه ده كده، هختار الشكل بتاعي هجيب الجوين تول المكان ده كده، انا عايز اربط البوينت دي بالبوينت دي، فهعمل كده هلاقي ان هو يعني انا ما احتاجتش بقى العب في الكيرفز ولا العب في الدنيا دي، خش في الانكر بوينت والهاندل والجو دوت الدراعات بتاعت الكيرفز. لا، هو ببساطه جدا فهم ان ده كيرف وده خط مستقيم، لو كملت ده على استقامته كملت دوت كده برده على استقامته هيتقابلوا في النقطه ديت. فنفس الفكره كذلك برده عند البوينت دي هنا كده، لو عملتها كده نفس الفكره. على مثلا عندي طريقه ثالثه ان انا اربط بيها المسارات مع بعض. مثلا انا عندي الشكل ده كده، انا محتاج ان انا اربط النقط ديت برده. فدلوقتي
تعالى نعمل سيلكشن باللاسو تول بتاعتنا، الشورت كات بتاعها حرف الكيو. انا محتاج اربط مثلا النقطتين دولت مع بعض بالمنظر ده كده. الفكره انا دلوقتي عملت سيلكشن، فالاثنين انكر بوينت دولت هم اللي معمول لهم هايلايت. انا كده مختار البوينت ديت والبوينت ديت. هاجي عندي فوق كده في البار اللي فوق ده كده، هلاقي عندي الاوبشن دوت اللي هو كونكت سيلكتد اند بوينتس، فهتكه كده هيقوم عامل لها كونكت، هيربط النقطتين ببعض. كذلك لو عملت سيلكشن هنا للنقطتين دولت وعملت كونكت هيعمل كونكت مع بعض. لكن الفكره بقى او الاختلاف في الطريقه ديت ان الطريقه ديت بص معايا هنا كده، لو انا عملت التو بوينتس دولت مع بعض لو عملت لهم كونكت هتلاقي ان هنا هو بيمشي خط مستقيم. يعني هو بيعمل ايه؟ هو بيوصل لاقصر مسافه او اقصر طريق يوصل بيهم النقطتين ببعض. ملهوش دعوه بقى الشكل دوت شكله ايه، ولا هو المفروض يبقى عامل ازاي، ولا في كيرفز ولا مش كيرفز. لا، الاختلاف بقى في البنسل تول زي ما شفنا ان انا ممكن اعمل اي حاجه هنا كده وهرجع للنقطه بتاعتي واسيب، فهو بيمشي على حركه ايدي ايا كانت بقى، بس اتاكد ان انا واقف على البوينت وفي الداش اللي جنب البنسل دي معناها ان انت كده هتكمل من المسار اللي انت واقف عليه، من النقطه اللي انت واقف عليها. الجوينت تول ديت من ضمن الادوات اللي انت مش هتلاقيها في الاصدارات القديمه من الاستريتور، فهي موجوده في الاصدارات الحديثه من سي كرييتيف كلاود. برضو لو حد عنده اصدار قديم ممكن ما يلاقيش الجوينت تول، فانت ممكن تعمل كونكت بيه ان انت تعمل سيلكشن كده للتو بوينتس بتاعتك وتعمل كونكت ليهم بالمنظر ده كده. فاحنا عندنا 3 طرق دلوقتي ان احنا ممكن نربط بيهم الشكل بتاعي. طب دلوقتي احنا عرفنا ازاي نكمل المسارات، تعالى بقى نمسح من الاشكال بقى. تعالى نشوف احنا عندنا ايه الطرق ان احنا ممكن نمسح او نقص بيها الحاجات بتاعتنا. الحاجات دي كلها اتكلمنا عليها وقلنا لسه قايلين الجوين تول في عندي اداه 5 اخيره اللي هي باث اريزر تول، من اسمها برضو ان هي بتمسح من المسار بتاعي. فببساطه جدا انا الفراغات بتاعتي اللي انا لسه عاملها من شويه وبدات بيها التمرين دوت كنت عاملها بالاداه ديت، ان انا جبت الاداه بتاعتي اللي هي الباث اريزر تول وجيت هنا كده ايه، قمت ماسح الجزء ده كده وقمت ماسح الجزء ده كده وقمت ماسح حته هنا كده هنا كمان بالمنظر ده كده، فمسحت المسار بتاعي. انا بمسح من المسار بتاعي بالمنظر ده كده. طب في حد يجي يقول لي مثلا انا ممكن امسح المسار بتاعي بالاريزر تول بتاعتي العاديه اللي هي الجومه بتاعتي، ايه اللي يخليني امسح بالباث اريزر تول؟ ده سؤال جميل برضو. تعال نشوف الفرق. دلوقتي هنجيب الاريزر تول بتاعتي، هعمل مسح للشكل بتاعي بالمنظر ده كده. انا همسح الحته دي كده. بص بقى حصل معايا ايه، الشكل بتاعي قلب بالمنظر ده. انا دلوقتي مش بمسح المسار، انا دلوقتي بمسح الشكل ككل، فالمسار بتاعي بيفضل مقفول. فعشان برنامج او الشكل بتاعي يفضل محافظ على قفله المسار لازم يمشي بحسب ما انا قصيت. فانا مثلا هقص الحته دي كده كلها، هلاقي ان هو لازم يقفل المسار بتاعه، لان الاريزر تول مش بتقطع من المسار، هي بتاكل من الشكل، بتقص من الشكل او بتشيل الجزء اللي انت بتمسحه بس من الشكل المنظر ده كده. طب تعالى بقى نخش على مجموعه تانية من الادوات وهي ادوات القص بقى. فمثلا انا حبيت ان انا اقص الشكل بتاعي، اعمل كات في اي حته معينه. تعالى كده مثلا ايه، نتك شيفت اكس نعكس الفيل كلر مكان الستروك كلر، مثلا ده نخليه لون كده ايه مميز او واضح. فهلاقي عندي مع الاريزر تول في اداتين تانيين خاصين بالقص، السيزرز تول والنايف تول، بالعربي اللي هو المقص والسكينه. سكينه؟ نعم سكينه. الراجل ما غلطش في حاجه. امتى اقص بالمقص وامتى اقص بالسكينه؟ ده سؤال جميل. تعالى كده نجيب السيزرز تول بتاعتي، وآلية عمل السيزرز تول ان هي بتقص من المسار بتاعي. فانا لازم عشان ابدا اقص ان انا بقف على المسار بتاعي، فانا لازم اجي على المسار كده، هاجي اقف على المسار لغايه لما الماوس بتاعي يعمل هايلايت كده على المسار. فانا مثلا هاجي هنا كده هتك بوينت كده، انا حطيت انكر بوينت كده، انا عملت فصل بالبوينت دي كده، انا فتحت المسار هنا. تعالى نقفل المسار بتاعي مثلا ايه عند البوينت دي هنا كده. للوهله الاولى انت ممكن ما تلاحظش اي فرق حصل، لكن تعالى كده جيب السلكشن تول بتاعتك وتعالى كده ايه حرك الشكل بتاعك كده. شفت اللي حصل؟ اللي حصل ببساطه ان انت عملت قطع للمسار من هنا ومن هنا والشكل اتقفل. فانا كده قسمت الشكل بتاعي لنصين بالسيزرز تول. كذلك برضو مثلا لو ايه حبيت الشكل ده هنا كده هتك شيفت اكس وهجيب السيزرز تول بتاعتي، الشورت كات بتاعها حرف السي، مثلا ايه هقص من هنا وهنا، هقسم سلايس كده من الشكل بتاعي، هجيب السلكشن تول وهحرك السلايز دي كده، هلاقي ان انا عملت سلايز كده من الشكل بتاعي، قسمته في الحته بقى حسب مزاجي بقى حسب ما احب. فالسيزرز تول بيعمل لي قطع في المسار. ممكن حد يقول لي طب ما انا ممكن اعمل الحركه ديت بالاريزر تول، يعني مش حاجه، يعني مش حركه جديده يعني. لا يا حدق. تعالى كده جيب الاريزر تول وتعالى مثلا ايه اقطع الشكل اللي انت عامله ده كده. هتقول لي اهو يا عم قطعته لك نصين وممكن احرك لك نص لوحده والنص التاني زي ما هم وعادي جدا مفيش اي حاجه جديده. اقول لك ماشي انت قطعته كل حاجه، لكن انت مسحت جزء من الشكل
الشكل، لا انا مش عايز امسح جزء من الشكل، انا عايز الشكل بتاعي يبقى كامل زي ما هو. فانا لو عملت بالإريزر تول كده انا بمسح من الشكل، فانا هختار السيزر تول كده، انا بعمل هنا بوينت وهنا بوينت وهاجي كده اتحرك، انا كل الكالرز بتاعتي او كل البيكسلز بتاعتي زي ما هي، ما مسحتش منها حاجه. الفكره بس ان انا ايه، قسمت الشكل بتاعي نصين بالمنظر ده كده. تعالى مثلا الشكل بتاعي كده بالإريزر تول، وتعالى كده ايه، امسح هنا نقطه وامسح هنا كده ايه نقطه، الشكل ده كده يطلعه لفوق. وتعالى نجيب السيزرز تول اللي هو المقص بتاعنا. تعالى دلوقتي ايه، انا هقطع الشكل بتاعي 3 اجزاء واحركهم ونشوف الفرق. مثلا انا هحط نقطه هنا وهحط نقطه هنا بالمنظر ده كده. دلوقتي انا قسمت الشكل بتاعي 3 اجزاء، تعالى كده نجيب الجزء اللي في النص ده كده ايه وننزل بيه تحت شويه بالمنظر ده كده. شوف الفرق ما بين ده وما بين ده. ده انا اكلت من الشكل بتاعي، اكلت من المسار بتاعي، فما عادش فيه جزء هنا اللي هو بيكمل المسار. هنا انا عندي الجزء ده موجود لان انا ما اكلتش حاجه من الشكل، انا بس قطعته قسمته وقدرت ان انا احركه بالمنظر ده كده. نيجي بقى لاخر اداه معانا وهي النايف تول. واحد يقول لي طب ما انا عندي السيزرز، انا عندي المقص، ايه اللي يخليني ان انا اروح للنايف، او ايه اللي خلى في احتياج للاداه الاخيره بتاعت النايف دي؟ وخلي بالك النايف تول في الشكل بتاعها اهوت، هي بتبقى دايما مع الإريزر والسيزر، مع الجمى والمقص. في اداه تانية شبهها من الشكل الخارجي بس اسمها سلايس تول، لا دي حاجه تانية خالص، فركز وانت بتختار الاداه ديت. الفكره ان النايف تول هنا بتعمل قص الاشكال معقده اكتر من الاشكال البيزكس ديت. مثلا الرسمه دي كده انا عايز اقسمها بالنص، فهتك كنترول وهعمل سيلكشن للرسمه بتاعتي بالمنظر ده كده، وهي بتعمل زي شبه السيف كده، انت بترسم في الجزء اللي انت عايز تعمل له كات. فانت ممكن ايه، هعملها بالنص كده، هقطع الشكل بتاعي كده بالنص. فانا دلوقتي قسمت الطاقيه بتاعتي ديت كده بالنص، عايز ابدا احرك النص ده لوحده والنص ده لوحده. فدلوقتي انا محتاج ان انا اعمل سيلكشن لنص من النصين دولت وابدا ان انا احركه. فبروح لللاسو تول اللي هي السيلكشن بتاعي والشورت كات بتاعها حرف الكيو، وببدا ارسم كده على نص معين من اي من نصين يعني بالمنظر ده كده. انا عملت سيلكشن للنص ده، محتاج ان انا احط النص ده كده في جروب، فهتتك كنترول جي بتاعت الجروب، هيطلع لك رساله شبه دي. اغلب الاحيان هيطلع لك رساله شبه دي. الرساله اللي شبه دي ممكن تدوخك شويه، فتعالى كده نشوف احنا ايه اللي عاملينه غلط او اللي احنا ما عملناهوش بس عشان الرساله دي تطلع لنا. هنا بيقول لك can't make a group of objects that are within different groups. برضو من ترجمتها كده ممكن ما كنتش وصلت للحل بسرعه. تعالى كده ايه، هو في حاجه في مشكله في الجروب برضو ايه ده، انا بقول لك على سلسله الخطوات لو ظهرت لك اي رساله ازاي تفكر في حل المشكله بتاعتها. تعالى كده الجروب بتاعي هنا بيقول لي ما ينفعش اعمل جروبين مع بعض، فانا ممكن افهم شويه ان هو عايزني افرغ الجروبز بتاعتي. تعالى كده مثلا الجروب ده كده اللي هو بتاع القبعه كلها، هتك عليه وهتك كنترول شيفت جي. كنترول جي لوحدها، لو انا اتكيت كنترول جي لوحدها بعمل جروب، لكن لو اتكيت كنترول شيفت جي بعمل ان جروب كده، اللي هو كليك يمين على الشكل وبلاقي عندي الاوبشن بتاع ان جروب اللي هو الشورت كات بتاعه كنترول شيفت جي. حتى هنا هتلاقي لو دوست كنترول شيفت جي هلاقي الجروب بتاعي اتفتح. هلاقي عندي جوه الجروب في جروب تاني اللي هو الجروب ده كده، برضو مختار الجروب ده من هنا كده، وهتك كنترول شيفت جي. انا دلوقتي مبقاش عندي اي جروبات في الشكل، فانا محتاج ان انا اشوف الخط بتاعي اللي كان في النص دوت اللي هو قسمت بيه بالنايف تول بتاعتي، هو الشكل اهو. فانا لو جيت كده جبت اللاسو تول وجيت ارسم مش هشوف الخط ده، فانا محتاج اشوف الاوت لاينز بتاعت الشكل بتاعي. فلو فاكر الاوت لاينز بتاعتك بتظهر ازاي، بتك كنترول واي. كنترول واي بتروح من على الفيو بتاعتك، بتروح لي الاوت لاينز بتاعتك اللي هو الفيو بتاع الاوت لاينز. لو اتكيت على الاوبشن دوت او تك كنترول واي برضو اسهل لك بكتير. هاجي هرسم على الشكل بالمنظر ده كده جميل، وهتك برضو كنترول جي. برضو المشكله لسه موجوده عندي. ايه حل المشكله دي؟ برضو فكره ان هنا عندك الشكل دوت انت مش عامل له يونت، هو مش فاهم ان ده شكل موحد. برضو هو بالنسبه له الشكل دوت لسه مش فاهمه قوي. ليه؟ لان هو مش عارف يعمل له قص. حتى لو بصيت هنا في اللايرز بتاعتك هتلاقي ان الشكل بتاع القبعه بتاعتك او اللي هو الاوت لاينز بتاعتك لسه زي ما هو، لسه كامل زي ما هو. فالفكره هنا ان انت هتختار الشكل بتاعك اللي هو غير الفيل كلر بتاعك اللي هو الشكل نفسه الاوت لاينز نفسها، لان المشكله في الاوت لاينز. هتلاقي المشكله عندك في الاوت لاينز، هتختارها كده وهتروح على الباث فايندر وهتعمل لها ميرج. هتلاقي عندك النتيجه هتشتغل دلوقتي، لكن الفكره ان هو مش مقصوص مع الاشكال الاساسيه اللي هو الفيل كلر نفسها. هتلاقي الفيل كلر كده ايه هي اللي اتقصت والاوت لاينز لسه ما اتقصتش. فهنا انت محتاج انك تعمل كنترول زد كنترول زد كنترول زد. فالكام خطوه اللي انا قلتهم لك دول تتاكد ان انت عاملهم قبل ما تعمل النتيجه بتاعه النايف بتاعتك اللي هم ايه. انا دلوقتي الجروبز بتاعتي دي كده ايه هتك عليه، اتك كنترول شيفت جي، كذلك الجروب ده كنترول شيفت جي. الفكره ان الاوت لاينز بتاعتي دي اختارها وهعمل لها ميرج. اختار الشكل بتاعي بالمنظر ده كده، هقوم جايب النايف بتاعتي، هقوم جايب قاطعها كده مثلا في النص بالمنظر ده كده، تك كنترول واي هلاقي نفسي رحت على الاوت لاينز. فانا هجيب الكيو بتاعتي اللي هو اللاسو تول بالحرف بالشورت كات الكيو، هقوم مختار كده اي نص فيهم وهتك كنترول جي. هلاقي هنا عندي ده دخل في نص لوحده، ده دخل في النص لوحده بالمنظر ده كده. ممكن دلوقتي احرك النص ده كده وهعمل
سيلكشن للنص التاني هتك كنترول جي، بقى عندي نصين، ده نص وده نص. الفكره ان انا عشان اقسم شكل شبه ده كده في 3 لايرز، يعني دول حاجه صغيره جدا 3 لايرز، ممكن عندي محتاج ان انا اقسم شكل فيه تفاصيل كتيره غير ال3 لايرز، ممكن عندي يبقى 20 50 لاير مع بعضيهم. بروح للنايف تول، هي فكرتها بسيطه جدا، ان انا هنا كده مثلا هاجي هختار مثلا اي حته في الشكل بتاعي، هقوم عامل بالنايف تول مثلا ايه كده بالمنظر ده كده. هلاقي عندي لو جيت دلوقتي عملت سيلكشن للجزء ده كده وعملت له كنترول جي، هلاقي عندي لو حركت الجزء ده كده ايه بقى لوحده غير بقيه الاجزاء الثانيه. برده شكل شبه ده كده ممكن تقسمه بالنايف تول عادي بالمنظر ده كده، هتلاقيه اتقسم معاك بالمنظر ده كده. الفكره بقى ان انت محتاج هنا ايه تدخل جوه الجروب تتك تكتين وتحرك الشكل بتاعك بالمنظر ده كده. حد يقول لي طب انا ممكن اشتغل بالنايف تول في كل حاجه، يعني مش محتاج المقص في حاجه، مش محتاج المقص، انا هشتغل بالسكينه في كله طالما هي بتقص المعقد والبسيط. طب ما انا ممكن اقص بيها كل حاجه. هلاقي عندي ان المقص بتاعي بحتاجه مثلا في حاجه شبه الباث المفتوح، المسار المفتوح اللي شبه كده. النايف تول لو جبتها وجيت قصيت في المسار بتاعي ده كده عمرها ما هتقص حاجه منه، يعني عمر ما هتلاقي نتيجه ظهرت معايا لان هو ده مسار مفتوح. السكينه بتقص بس في المسارات المقفوله، فده عندي مثلا شبه ده كده شكل ده شكل مقفول، مسار مقفول، فهي قدرت تقص معايا المنظر ده كده. فانا ممكن دلوقتي بعد ما فهمت الدنيا كلها وعرفت الادوات اللي انا بستخدمها ايه والادوات اللي انا محتاجها ايه، انا عايز اسهل على نفسي الموضوع اكتر واكتر، عشان انا مش عايز اشغل دماغي بقى كل شويه راح للاداه ديت وراجع من الاداه ديت وراح للاداه ديت وراجع من الاداه ديت. انا دلوقتي راجل برسم كتير وعايز الادوات دي كلها تبقى قدامي، مش عايز بقى كل المهرجان ده كده يبقى معايا دلوقتي، انا مش محتاجه دلوقتي، انا شغال في جزء معين محتاج مجموعه ادوات معينه هي دي اللي تبقى قدام عيني على طول. فانا عندي امكانيه ان انا اعمل تول بار على حسب استخدامي انا. ازاي؟ تعالى كده نخش على ويندو وتعالى نخش على تول بارز وتعالى كده نختار نيو تول بار. هنا بيقول لك الاسم ايه، فانا مثلا التول بار ديت عاملها عشان احط فيها ادوات الرسم وكل ادوات المساعده اللي انا عايزها في الرسم، فانا هسمي دي مثلا ايه دروينج. تول بار ده بتاعتي هسميه دروينج بالمنظر ده كده وهتك اوكي. هلاقي عندي كده ايه فتح لي تول بار صغيره كده ايه حاجه كوكي خالص كده بالمنظر ده كده. فهلاقي عندي كده اديت تول بار ديت اللي هي 3 دوائر صغيرين 3 نقط جنب بعض كده، هتك عليها. هنا ممكن اختار اي اداه انا محتاجها. انا مثلا بحتاج اللاسو تول دي كده بكسره، وبحتاج معايا البين تول، طبعا البينت براش تول والبلوب براش تول والبنسل تول. هخلي البنسل تول تحت البراش تول او البنت براش تول براحتي تماما يعني. وممكن الباث اريزر تول لسه متكلمين عليها، والجوين تول لسه متكلمين عليها برضو في الفيديو دوت. تحت شويه تحت كتير هتلاقي عندك الاريزر تول طبعا دي، والسيزرز تول المقص والسكينه بتوعي، يعني احنا عملنا عليهم موال في الفيديو ازاي ما نحطهمش في التولز بتاعتي. بلاقي عندي بقى تحت كده مجموعه حاجات كده اضافيه، اللي هو مثلا انا عايز الكالرز بتاعتي اللي هي هنا ديت، ان انا اشوف الفور جراوند والباك جراوند كالرز بتاعتي هنا تبقى في التول ديت برضو معايا. ان انا عايز اشوف مثلا اللي هو درو مود اللي هو درو بيهايند ولا درو انسايد. خلصت خلاص كل حاجه، فدي التول بتاعتي ممكن اخليها جنبي هنا على اليمين هنا كده، بحيث ان انا شغال في الدروينج بتاعتي. اختار الادوات بتاعتي هنا كده ما اشغلش بالي بقى بالناحيه الثانيه دي خالص بقى، او ممكن اسيبها طايره كده في الهواء. برضو لو التول بار دي اتقفلت كده مش هعملها من اول وجديد، فانا هخش عندي من ويندو تول بارز، هلاقي عندي دروينج التول بار اللي انا لسه عاملها خاصه بالرسم بتاعتي، هتك عليها دروينج المنظر ده كده. حبيت ازود اداه بعد كده بقى لو اتعلمنا ادوات تانية ولقينا ان هي مهمه في الرسم، هتك ايد التول بار احط الاداه اللي انا عايزها من هنا، بحيث ان انا كده بسهل على نفسي عمليه المروح والمجي، وكل شويه تكه شويه عشان افتح الادوات اللي جوه واختار الاداه وبعد كده ارجع تاني وارجع. فمثلا انا عندي حاجه شبه كده، فانا هتك عليها كليك يمين كرييت اوت لاينز، دي برضو ايه تشويق كده حاجه برومو بسيطه جدا عقبال ما نخش على الكتابه. هتاخد مننا تفاصيل حلوه جدا، يعني هنتعمق فيها بشكل كويس جدا باذن الله. وجيت مثلا كده ايه جبت النايف تول بتاعتي وقصيت بالمنظر ده كده. محتاج دلوقتي ان انا اجيب اللاسو تول واختار الجزء اللي فوق ده كده، عملت له سيلكشن، هتك كنترول جي دخلته في جروب، هتك حرف الفي رحت على السيلكشن تول بتاعتي وهبدا احرك الجزء اللي فوق ده كده. وبس كده احنا كده قلنا مجموعه ادوات حلوه جدا بتفيدني في الرسم، سواء ان انا اقطع او اقص او ان انا ادمج الشكل بتاعي اعمل له يونايت تاني اعمل له جوين براحتي. وبرده في تمرين بسيط كده سهل وسريع وممتع في نفس الوقت، هو ان احنا كنا عملنا مع بعض الطريق ده كده، الستايل بتاع الطريق ده كده عملناه مع بعض، وده الجرافيك ستايل بتاعه. لو رحنا الجرافيك ستايلز هنلاقي ده الطريق بتاعي ده كده، ده الجرافيك ستايل بتاعه. دلوقتي الطريق دوت احنا مثلا حابين نستخدمه في ان احنا نعمل رصف للمدينه بتاعتي دي كده، فعايزين نعمل شويه طرق كده في المدينه دي كده ما فيهاش طرق خالص، عايزين نستخدم الطرق بتاعتنا. فطبعا انت هتفتح الجرافيك ستايلز بتاعتك ممكن ما تلاقيش، وده اكيد مش هتلاقي الجرافيك ستايل دوت. فانا هسيب لك الجرافيك ستايلز ديت، هسيب لك الابيرنس ديت، كل اللي عليك انك تخش على الايكونز دي كده وهتيجي هنا تك اذر لايبراري وهتختار الفايل بتاع الابيرنس بتاعك اللي انا هكون سايبه لك في الديسكربشن، هيفتح لك مجموعه الستايلز دي كده. فمثلا انا هجيب البنسل تول بتاعتي هرسم بالمنظر ده كده، فهقوم جاي في الابيرنس بتاعتي او الجرافيك ستايل هختار
الطريق متاكد ان انت مختار الاوبشن بتاع edit selected paths وكيب selected دوت عشان تبدا تكمل رسم على المسار بالمنظر ده كده. فرضا مثلا ايه انا عملت الطريق بتاعي المنظر ده كده، حبيت مثلا ايه اعمل طريق هنا كده بالمنظر ده كده، هديله برضو نفس الجرافيك ستايل. فهو تمرين لذيذ برضو خفيف كده بحيث ان انت تقعد تمشي ايدك في البرنامج. هو ده كل اللي احنا كنا عايزين نقوله في الفيديو دوت. اتمنى انك تكون استفدت جدا من الفيديو، وهكون شاكر جدا ليك قبل ما تقفل الفيديو تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه يعني عشان الفيديوهات اللي جايه وكده بقى. وباذن الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.